النهارده هنتكلم عن نقطة دايما بتلخبط كل الناس، الفرق بين الأزياء الفاشن والستايلينج. كتير جدا بنسمع الكلمتين في نفس الجملة، بس الحقيقة في بينهم فرق كبير جدا، واللي فاهم الفرق بس هو اللي بيعرف يلبس صح وتعبر عن نفسها من غير تقول ولا كلمة. خليني أبدأ بالفاشن. فاشن هو كل ما هو موجود في المحلات، القطع اللي الموضة بتقول عليها ترندي، الألوان اللي نازلة جديدة، الموسم ده، التصميم ده اللي الناس كلها بتجري تشتريها، هو ده الفاشن. يعني الفاشن متغير دايما، النهاردة البنطلون الواسع موضة، بكرة السكيني، وبعده حاجة تانية، بعده غيره. لكن الستايل هو طريقتك انت في التعبير عن ذاتك، تعبير عن نفسك من خلال لبسك، هو شخصيتك، وهي شخصيتك اللي بتظهر في كل صورة من غير ما تتكلمي ولا كلمة. يعني ممكن 10 بنات يلبسوا نفس الجاكيت، بس كل واحدة فيهم هتدي انطباع مختلف تماما. ليه؟ لأن كل واحدة ليها ستايل خاص. الستايل هو بصمتك اللي يخلي الناس تشاور عليكي وتقول دي فلانة حتى لو ما تكلمتيش. وده اللي هنشتغل عليه في الكورس ده، ازاي تكتشفي ستايلك الحقيقي وازاي تطوريه بحيث انه يعبر عنك مش عن الموضة. في الدروس الجاية هنتعمق اكتر ونتعلم ازاي نختار اللي يليق علينا وعلى جسمنا وعلى شخصيتنا.